صديقي طالب تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عارف إنك تايه في العربي، فسواء أنت ذاكرت عربي أو ما ذاكرتش، تعرف حاجة أو ما تعرفش، فبفضل الله أنا بطمنك اللي بعد المحاضرة ديك أنا هلم لك كل اللي فاتك. طب ليه يا مستر؟ تعالى كده أقول لك يا حبيبي، بس خلي بالك اوعى تنسى إن إحنا في أيام مفترجة، فما تنساش نفسك من دعوات جميلة، شوية قرآن، شوية أذكار، واوعى تنسى الصلاة. فتعالى كده أقول لك النهاردة إحنا هنشرح إيه. عندنا هنا يا دكاترة مراجعة الوحدة الأولى للصف الثالث الإعدادي لغة عربية. إن شاء الله يا دكاترة مع بعض إحنا هنشرح مع بعض، هنفرم الوحدة الأولى في اللغة العربية اللي هي عبارة عن إيه يا دكاترة؟ عبارة عن أول درس عندكم في النصوص سفينة نوح عليه السلام، والدرس الثاني في القراءة الحياة دقائق وثواني، والدرس الثالث عندنا برضو في النصوص خلال كريمة. وبعد لما نشرح دولك هنبدأ نشرح مع بعض أول درس عندنا في النحو اللي هو اسم الفعل. تعالوا كده يا دكاترة بعد الحمد لله كده نبدأ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا أول درس يا دكاترة سفينة نوح عليه السلام. زي لما انتم عارفين سفينة نوح، الله سبحانه وتعالى أرسل نوح إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد. وزي لما احنا عارفين اللي قوم نوح ما آمن معه إلا قليل. الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا نوح أن يصنع السفينة، وهو بيصنع السفينة بيصنعها فين يا دكاترة؟ بيصنعها في الصحراء. فقوم نوح فقالوا يعني انت بتصنع سفينة في الصحراء ازاي؟ فربنا بيقول لنا كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بيستهزئوا بيه، بيقولوا يا نوح انت اتجننت، حد يصنع سفينة في الصحراء؟ فهو عنده يقين بربنا سيدنا نوح عليه السلام، فبدأ يقول لهم إنا نسخر منكم كما تسخرون. انتوا دلوقتي بتستهزئوا بيا او بتستهزئوا بينا، هنشوف مين اللي هيضحك في الاخر. فربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا الايات ديت في سورة هود. فالله سبحانه وتعالى يقول وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى أوحى إلى سيدنا نوح، ألهم الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الله سبحانه وتعالى فصل بأن قوم نوح عليه السلام لا يؤمن معه إلا من قد آمن. لو جالي سؤال في الامتحان وقال لي بين نوع الأسلوب أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال بكل بساطة هنا دكاترة هنبدأ أهو. قال هنا ده أسلوب مؤكد بأن، أسلوب مؤكد بإيه؟ بأن. وكمان يا دكاترة عندنا لن وإلا، ده بقول عليه أسلوب استثناء. يبقى لو جه قال لي في الامتحان بين نوع الأسلوب هقول له أسلوب مؤكد بأن، وأسلوب قصر أو توكيد بلن اللي هي أداة النفي، والاستثناء يا دكاترة بإيه؟ بإلا. وكمان عندنا برضه يا دكاترة أسلوب توكيد ثالث اللي هو أسلوب مؤكد بقد زائد الفعل الإيه؟ الفعل الماضي. فالله سبحانه وتعالى يقول لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس. يعني لا تبتئس يا دكاترة، يعني لا تحزن. وعندنا تبتئس هنا لا تبتئس، قال ده بقول عليه أسلوب نهي، الغرض منه النصح والإرشاد والوجوب والإلزام، لأن هذا النهي من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى دكاترة يقول فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الله سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا نوح عليه السلام ما تحزنش على اللي هم بيعملوه، فده أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد. بعد كده الله سبحانه وتعالى يقول واصنع الفلك. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح أن يصنع السفينة. فالله قال واصنع الفلك، أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد والوجوب والإلزام. طب لما نيجي نقول الفلك، ما معنى الفلك يا دكاترة؟ قال الفلك بمعنى السفينة. طب هل الفلك دي ليها جمع؟ قال لا، الفلك تستخدم للمفرد والجمع، يعني عند الفلك مفرد وجمع، ولكن جمعها يا دكاترة من غير لفظها. يعني ممكن نقول الفلك جمعها سفن. واصنع الفلك بإيه؟ بأعيننا ووحينا. ما الجمال في قول الله تعالى بأعيننا ووحينا؟ تعبير جميل يدل على رعاية الله وحفظ الله لسيدنا نوح عليه السلام. طب لماذا؟ لأنه استجاب لأمر الله هو صناعة السفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني، أسلوب نهي غرض النصح والإرشاد. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي الذين كفروا.
فربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا نوح ما تخاطبنيش في الذين كفروا، في الذين ظلموا. لماذا؟ إنهم مغرقون، لأنهم لم يستجيبوا لأمر الله ولم يستجيبوا لدعوة سيدنا نوح عليه السلام. لو جالي في الامتحان قال لي نوع الأسلوب إنهم مغرقون، الأسلوب مؤكد بإن. طب لو جه قال لي علاقة هذه الجملة بما قبلها، الله يقول ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا يا رب؟ قال إنهم مغرقون، يبقى ده تعليل لما قبله، وإحنا عارفين يا دكاترة ان التعليل إجابة لسؤال بلماذا. بعد كده الله يقول ويصنع الفلك. ويصنع إيه؟ الفلك. ما الجمال في قول الله تعالى ويصنع الفلك؟ الله في البداية أمر واصنع الفلك، كانت النتيجة يا دكاترة ويصنع الفلك. هذا تعبير جميل يدل على استجابة سيدنا نوح لأمر الله. ويصنع الفلك، وكلما تفيد الاستمرار، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وعندي ملأ بمعنى جماعة، وجمع ملأ أملاء. وملأ هنا يا دكاترة جت نكرة، يعني ما فيهاش ألف ولام ولا ضمير، قال هنا للتحقير. ليه يا دكاترة؟ للتحقير، اللي هم الناس دول عندهم الندالة وناس عندهم الحقارة. وكلما مر عليه ملأ من قومه، النتيجة يا دكاترة سخروا منه. يبقى لما يجي لي في الامتحان علاقة هذه الجملة بما قبلها سخروا منه، هقول له نتيجة لما قبله. ليه؟ أهو وكلما مر عليه ملأ من قومه، النتيجة سخروا منه. طب ليه بيسخروا منه؟ بيقول له يا نوح أنت بتصنع سفينة في الصحراء، فهذا أمر جنان، أنت مجنون. ولكن هنا قال إن تسخروا منا. انظروا إلى يقين وحسن ظن سيدنا نوح في ربنا سبحانه وتعالى. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. إذا لما أنتم بتستهزئوا بينا إحنا هنستهزأ بيكم، ولكن الشاطر والناجح اللي يضحك في الآخر. فهنا قال إن تسخروا منا، سيدنا نوح بيقول قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، ده علاقتها مما قبلها نتيجة. ولو جاء لي في الامتحان ما الجمال في قول الله تعالى فإنا نسخر منكم كما تسخرون، الأول حاجة أسلوب مؤكد بإن. 2 تعبير جميل يدل على يقين سيدنا نوح عليه السلام في أمر الله، لأن الله أمر. فإذا أمر الله ما تشغلش دماغك، فإذا أمر الله لا تعمل عقلك، هذا أمر الله. الله أمر، النتيجة استجاب سيدنا نوح لأمر الله. بعد لما استجاب الأمر الله، الله طمئنه سبحانه وتعالى، الله طمئنه، فيبدأ يرد عليهم فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون. وهنا خلي بالك، تعلمون، تسخروا، يصنع، يفعلون، دي كلها أفعال مضارع، والفعل المضارع يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. سؤال مهم يا دكاترة، فسوف تعلمون. سيدنا نوح بيقول لهم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سيدنا نوح بيقول لهم هنشوف مين اللي هيتعذب في الدنيا وفي الآخرة. وخلي بالك يا دكاترة، لو جه في الامتحان قال لي ماذا أفاد العطف، والعطف يفيد تعدد وتنوع العذاب في الدنيا والآخرة. لذلك الله قال من يأتيه عذاب يخزيه، أي عذاب في الدنيا، الخزي في الدنيا والذل في الدنيا، ويحل عليه عذاب مقيم. والمقصود بالعذاب المقيم هو العذاب الدائم اللي هو عذاب الآخرة، اللي هو عذاب جهنم. بعد كده الله يقول حتى إذا جاء أمرنا. حتى إذا كتر إذا جاء أمرنا، جاء أمرنا أي جاء عذابنا. الله سبحانه وتعالى يؤمر بعد كده اللي يبقى فيه المية، والمية ديت الله سبحانه وتعالى يركب في السفينة اللي آمن مع سيدنا نوح بس، والباقي الله قال إنهم مغرقون. فالله يقول حتى إذا جاء أمرنا أي جاء عذابنا وفار التنور. وفار إيه دكاترة؟ وفار التنور يعني خرجت الماء منه بشدة. والتنور هنا بمعنى الفرن، والتنور مفرد جمعها تنانير. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. وفار دكاترة التنور قال تعبير جميل، صور شدة اندفاع الماء وشدة خروج الماء وشدة فوران الماء بالفرن الذي يغلي. وفار التنور
قلنا، علاقة هذه الجملة بما قبلها. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، النتيجة دكاترة قلنا، يبقى ده نتيجة لما قبله. قل نحمل فيها، احمل أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد والوجوب والإلزام. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. يبقى من الذي سيركب مع سيدنا نوح في السفينة؟ من كل زوجين اثنين، ذكر وأنثى، وأهلك، أهل سيدنا نوح. ولكن من أهل سيدنا نوح؟ الذين آمنوا معه. الله يقول إلا، أسلوب استثناء، إلا من؟ إلا من سبق عليه القول. من المقصود بمن سبق عليه القول من أهله؟ زوجته وابنه. زوجة سيدنا نوح لم تؤمن معه، وابن سيدنا نوح لم يؤمن معه. فالله يقول، وهذا تعبير جميل يدل على عدل الله سبحانه وتعالى، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. يركب في السفينة من آمن مع سيدنا نوح عليه السلام وأهله الذين آمنوا معه، ومن كل زوجين اثنين، ومن آمن بعد ذلك الله يقول وما آمن معه إلا قليل. حدد نوع الأسلوب يا دكاترة، لسه قايلينه فوق، ما أداة نفي، وعندي إلا أداة استثناء، يبقى بقول على أسلوب توكيد أو أسلوب قصر يا دكاترة بالنفي والاستثناء. الله يقول وما آمن معه إلا قليل. الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا نوح يا دكاترة زي ما قلنا لقومه، دعاهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. يعني 950 سنة يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ما آمنش معاه إلا تقريبا من 82 ل 84. يعني كل 12 سنة بيؤمن معاه واحد، ولكن في النهاية ما كل وما مل، ما زهقش، هو يطبق أمر من؟ يطبق أمر الله. بعد كده الله يقول وقال اركبوا فيها. اركبوا أسلوب أمر غرض النصح والإرشاد والوجوب والإلزام. وقال اركبوا فيها بسم الله. التعبير جميل يدل على الاستعانة بالله والتوكل على الله في بداية كل أمر. أي أمر يبدأ بسم الله الله يبارك فيه. وقال اركبوا فيها بسم الله، الاستعانة بالله. بسم الله مجريها ومرساها. وعندنا مجريها هو مكان المشي، ومرساها مكان الوقوف. فأنا عندي مجريها وهي بتمشي في البحر، بسم الله مجريها المشيان، مرساها أي الوقوف. وعندي مجريها ومرساها بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده يقويه يبرزه. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أسلوب مؤكد، أداته إيه يا دكاترة؟ قال لي أداته إن واللام. يبقى أسلوب مؤكد عندي كم أداة؟ أداتين، إن واللام. إن ربي لغفور رحيم. وعندي غفور على وزن فعول صيغة مبالغة، ورحيم على وزن فعل صيغة مبالغة. تعبير جميل يدل على كثرة مغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وبالعباد. بعد ذلك الله يقول وهي تجري بهم، أي السفينة، في موج كالجبال. تعبير جميل، صور الموج أو الأمواج بالجبال، ارتفاع الأمواج بالجبال. يبقى تعبير جميل فيه تصوير ارتفاع الجبال يا دكاترة بالجبال، وده تعبير يدل على شدة ارتفاع الأمواج. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. تعبير جميل يا دكاترة تعبير جميل، تعبير جميل يدل يا دكاترة على حب سيدنا نوح لابنه عليه السلام رغم أنه عصاه. ولكن هذه الفطرة التي جبل عليها كل أب أن يحب ابنه. فالله يقول ونادى نوح ابنه، على الرغم أنه لم يؤمن معه، ولكن الفطرة البشرية والطبيعة البشرية إن كل أب بيحب ابنه. فالله يقول ونادى نوح ابنه وكان في معزل، أي في مكان بعيد، وكان في معزل يا بني. أسلوب إيه يا دكاترة؟ يا بني. يا بني أسلوب نداء غرضه التنبيه. أيهما أفضل ولماذا؟ يا بني ولا يا ابني؟ قال يا بني أفضل. يا بني فيه تصغير، وهذا التصغير يدل على مدى إظهار الحب والحنان والشوق والشفقة على ابنه. يا بني اركب معنا.
ده أسلوب أمر غرضه النصح والإرشاد، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسلوب نهي غرضه النصح والإرشاد، ولا تكن مع الكافرين ولا تكن مع الظالمين. ولكن هتكون النتيجة إن ابن نوح عليه السلام قال له سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما أي فرق بينهما الموج فكان من المغرقين. يبقى دكاتره خلي بالكم، دي آيات قرآنية مهمة جدا بتيجي في الامتحان وبتيجي حفظ، فلازم تتحفظ عشان بيجي سؤال اكتب مما حفظت. ده بالنسبة يا دكاتره عندنا لأول درس عندنا اللي هو سفينة نوح عليه السلام. تعالوا كده بقى يا دكاتره مع بعض نتكلم عن الدرس الثاني في الوحدة الأولى اللي هو بعنوان الحياة دقائق وثواني. ده الدرس الأول قراءة، والدرس الثاني في الوحدة عندنا اللي هو الحياة دقائق وثواني. هنا دكاترة بكل بساطة الدرس بيتكلم عن قيمة الوقت وبيتكلم عن أهمية الوقت، ويتحدث الكاتب هنا على أن حياة الإنسان ومقياس عمر الإنسان بالدقائق والثواني، وحياة عمر الإنسان ومقياس عمر الإنسان بما يقدمه من خير ونفع للبشرية. فلذلك هنا شاف في البداية بدأ الكاتب يتكلم في الفقرة الأولى عن مقياس عمر الإنسان، وبدأ الكاتب يتكلم ويقول يبحث الكثير من الناس وبعض الناس عن وسائل للترفيه والتسلية، عن وسائل يا دكاترة للترفيه والتسلية. طب لماذا؟ لكي يقتلوا أوقات الفراغ. يبقى كثير من الناس بيبحثون عن وسائل للترفيه والتسلية، ليه؟ اللي يقتلوا وقت الفراغ ولا يدرون أن حياة الإنسان تقاس بهذا الوقت. خلي بالك يا حبيبي، خلي بالك يا دكاترة، إن عمرك عبارة عن دقائق وثواني. هتستخدم الدقائق والثواني في حاجة تنفعك وتنفع البشرية، هتكون إنسان لك قيمة في الحياة. ولكن تستخدم حياتك اللي عبارة عن دقائق وثواني في وقت الفراغ، في تضييع الوقت، تأكد اللي انت هيكون ملكش قيمة في الحياة، وكمان مش هتكون سبب لنفع البشرية. فالكاتب بدأ يقول إن الثانية من عمر الوقت قد تنجز عملا يفيد البشرية مدى الحياة. وكان في مقدمة الشعراء الذين تكلموا عن قيمة الوقت وأهمية الوقت كان أمير الشعراء أحمد شوقي، فقال في أبيات له: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. الحياة يا دكاترة عبارة عن دقائق وثواني. ايه الفرق ما بين انسان تفوق وانسان ما تفوقش؟ اللي تفوق هو قال العمر بتاعي دقائق وثواني، فازاي استخدم الدقائق والثواني في مذاكرتي، في جهدي، في حاجة تنفعني في الدنيا وفي الآخرة. إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. علشان يكون لك ذكر حتى بعد الوفاة لابد أن تعمل عملا تنفع فيه نفسك ويفيد البشرية. لذلك هنا عمر الإنسان دكاترة بما يقاس عمر الإنسان، يقاس بمدى ما يقدمه من خير وعلم ينفع البشرية. لو جه قال لي دلل على ما قاله أمير الشعراء في أهمية الوقت، لازم أكون حافظ البيتين: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. بعد كده بدأ الكاتب يتكلم عن كيفية الإفادة من وقت الفراغ. بعد كده بيقول: وقد ضرب العلماء أروع الأمثلة في كيفية الإفادة من وقت الفراغ. طب نستخدم وقت الفراغ في إيه؟ حيث التفكر والتأمل والمراجعة والمحاسبة. يا دكاترة أي إنسان بيحاسب نفسه، أي إنسان بيراجع نفسه، أي إنسان بيقول لنفسه أنا إيه اللي أنا عملته النهاردة وإيه اللي أنا ما عملتوش وإيه اللي أنا كان المفروض أعمله وإيه اللي أنا ما عملتوش فكان يجب لنا أعمله. قال لي دكاترة ده بيكون إنسان له قيمة في الحياة، بينفع نفسه وبينفع البشرية. لذلك قيل إن تفكر الإنسان ساعة، تفكر الإنسان يا دكاترة ساعة خير من قيامه ليلة. والمعنى أنه بالتفكر والتأمل يصل الإنسان إلى دقائق المعرفة وأخبار الكون وقدرة الإعجاز الإلهي في الصنع والتهيئة والنظام. فهنا دكاترة إزاي نستخدم وقت فراغنا في التفكر، في التأمل، في المراجعة، في المحاسبة. بعد كده بدأ يحكي لنا قصة عن مقياس عمر الإنسان، وبدأ يتكلم عن العالم إسحاق نيوتن.
زي ما احنا عارفين القصة المشهورة، هو قاعد تحت شجرة فسقطت فوق رأسه تفاحة، فبدأ يسأل نفسه: لماذا هذه التفاحة سقطت بهذه الطريقة؟ لماذا لم ترتفع إلى أعلى؟ لماذا لم تتجه يمينا؟ لماذا لم تتجه يسارا؟ في النهاية توصل إسحاق نيوتن إلى قانون الجاذبية الأرضية، وبها يا دكاترة استطاع الإنسان أن يتخطى حاجز الفضاء. بالجاذبية استطاع الإنسان أن يصل إلى الفضاء مستكشفا الأرض والقمر والكواكب والمجرات التي تسبح في الفضاء الخارجي، وحركة انتقال المركبات والطائرات والسفن وغيرها، وكل ذلك جاء من تأمل بسيط. كل ذلك جاء من يا دكاترة تأمل بسيط لكنه عميق ولحظة تفكر صادقة فأفاد البشرية، وكمان ذكره خلد في سجل العلماء بسبب التفكر، بسبب التأمل. دكاترة توصل إسحاق نيوتن إلى قانون الجاذبية الأرضية. بعد كده الكاتب بينصحنا نصيحة مهمة قوي قوي قوي، وبيقول إننا بعد هذا يجمل بنا أن نسأل أنفسنا دوما. كل إنسان يسأل نفسه كيف تستغل الوقت. أول حاجة دكاترة خلي بالكم، كل واحد فينا يسأل نفسه كيف تستغل الوقت فيما ينفع وفيما يفيد. إننا لابد أن نؤمن بحقيقة. ما هي الحقيقة؟ إن قليلا من الزمن. مهمة جدا أوي دي. ما النصيحة التي وجهها الكاتب في نهاية الدرس؟ إن قليلا من الزمن يخصص كل يوم لإنجاز شيء معين قد يغير مجرى الحياة ويجعلها أفضل مما نظن وأرقى مما تتخيل. فعشان كده دكاترة إزاي نستخدم أوقاتنا فيما ينفعنا، إزاي نستخدم أوقاتنا في شيء ينفعني في دنيتي، شيء ينفعني في آخرتي. وكمان دكاترة عندنا بعد كده نتكلم عن الدرس الثالث عندنا في الوحدة الأولى اللي هو خلال كريمة، اللي هو النص الثاني. خلال كريمة دكاترة للشاعر حافظ إبراهيم. بما لقب حافظ إبراهيم؟ قلنا أمير الشعراء أحمد شوقي لقب بأمير الشعراء. طب حافظ إبراهيم بما لقب بشاعر النيل، شاعر الشعب، شاعر الفقراء. في هذه الأبيات دكاترة الشاعر بيتحدث عن الخلال الكريمة، وخلال بمعنى صفات، وخلال جمع تفيد الكثرة تدل على أهمية الصفات الكريمة، الصفات الجميلة، الصفات الحسنة. وخلال جمع يا دكاترة نكرة تفيد التعظيم، والجمع يفيد الكثرة، ودي جمع مفردة خلة أو خلة أو خلة. في هذه الأبيات يا دكاترة الشاعر بيتحدث عن أهمية الصفات الكريمة، وبيقول الشاعر إن أصناف الناس في هذه الدنيا ثلاث: منهم ما هو حريص على المال، ومنهم ما هو حريص على العلم، ومنهم من هو حريص على الأخلاق، وهذا هو أعلاهم. فيقول في بداية الأبيات: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتهزني ذكرى المروءة والندى، بين الشمائل هزة المشتاق. في البيت الأول الشاعر يقول: إني لتطربني الخلال كريمة. تطرب بمعنى تفرح. الشاعر يقول إن الأخلاق الكريمة والصفات الكريمة تفرحني وتسعدني، فقال إني لتطربني، أسلوب مؤكد بإن واللام. وقلنا تطربني تسعدني وتفرحني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاق. أوبة بمعنى عودة، وتلاق بمعنى لقاء. لو جالي في الامتحان يا دكاترة ما الجمال في قول الله تعالى، أو ما الجمال في قول الشاعر إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وتلاق؟ واحد، أسلوب مؤكد بإن واللام. اتنين، تعبير جميل. صور الشاعر فرحته بالصفات الكريمة بفرحة الغريب بعودته إلى أهله ولقاء بهم. وهنا دكاترة لو جالي في الامتحان طرب الغريب بأوبة أفضل أم طرب الغريب بأوبة وطلاق؟ هنقول الأفضل طرب الغريب بأوبة وطلاق، لأن الفرحة والسعادة لن تكتمل إلا بعد اللقاء، إلا بعد دكاترة اللقاء. لذلك الشاعر يقول: إني لتطربني الخلال كريمة، طرب الغريب بأوبة وطلاق، وتهزني ذكرى المروءة والندى. تهزني أي تسعدني، وعندي تطربني وتهزني، بينهما ترادف، كلمتين بمعنى بعض، ترادف يوضح المعنى ويؤكده. وتهزني ذكرى المروءة والندى. المروءة بمعنى الرجولة والشهامة، وعندي الندى بمعنى الكرم.
وهنا لو جالي سؤال لماذا خص الشاعر هاتين الصفتين؟ مش معنى الصفتين دول المروءة والندى، لأنهما من أهم الصفات في حياة الإنسان، وأنهما من أهم الصفات في حياة العرب اللي هو الرجولة والكرم. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل. الشمائل يا دكاترة بمعنى الصفات، وعندنا الشمائل مفردها شمال، بين الشمائل هزة المشتاق. الشعر يا دكاترة بيقول اللي هو تأثره يا دكاترة بهذه الصفات الجميلة، صور تأثره بالصفات الجميلة دي اللي هي المروءة والندى، وبتأثره بالأخلاق الكريمة، وتأثر الغريب بعودته إلى أهله. يبقى لنا تعبير جميل، صور الشاعر تأثره بالأخلاق الكريمة بتأثر الغريب عندما يعود إلى أهله. بعد كده يقول فإذا رزقت خليقة محمودة. رزقت أي وهبت، وعندنا أيهما أفضل ولماذا؟ فإذا رزقت أم فإذا أعطيت؟ قال رزقت، لأن الرزق له ثمن كبير عند الله سبحانه وتعالى. فإذا رزقت خليقة محمودة، النتيجة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. لو جالي في الامتحان فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، علاقتها بما قبلها، قال لي نتيجة إذا بشرط رزقت خليقة محمودة. التعبير جميل، تعبير جميل فيه محبة الله لمن يرزقه الصفات الجميلة الحميدة. فإذا رزقت خليقة محمودة، هنتظر في التعليقات إعراب خليقة وليه الجائزة لو قلتها صح. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك من؟ مقسم الأرزاق، هو الله سبحانه وتعالى، ومقسم بمعنى موزع الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق، تعبير جميل يدل على محبة الله سبحانه وتعالى لمن يعطيه هذه الصفات الجميلة أو هذا الرزق الجميل. بعد كده الشاعر بيبدأ يصنف الناس، وبيقول لي أنواع الناس إيه؟ واحد، فالناس هذا حظه مال، نصيب المال، وذا علم، واحد نصيب العلم، وذاك مكارم الأخلاق، واحد نصيب الأخلاق، وهذا أعلاه. تعال كده ركز معايا، هذا اسم إشارة للقريب، وذا هي معنى هذا، حذفت الهاء للتنبيه أو حذفت للإيجاز أو التخفيف، يبقى هذا قريب وذا علم قريب. في الأخلاق يا دكاترة، لماذا في الأخلاق استخدم اسم الإشارة البعيد؟ اللي يدل على منزلة ومكانة الأخلاق في حياة الإنسان. فالناس هذا حظه، تفصيل بعد إجمال أصناف الناس، فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق. تعال كده الشعر يقول والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم. والمال يا دكاترة، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. والإملاق يا دكاترة بمعنى الفقر وكمان شدة الفقر. فالشاعر يقول والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم كان نهاية الإملاق. لو جالي في الامتحان علاقة هذه الجملة بما قبلها، والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم، النتيجة يا دكاترة كان نهاية الإملاق، فده نتيجة لما قبله. ولو جه قال لي ما الجمال في قول الشاعر والمال إن لم تدخره محصنا بالعلم، تعبير جميل، صور الشاعر العلم بالحصن المنيع الذي يحمي المال. يعني دكاترة بكل بساطة إنسان معه مال بدون علم هتكون النتيجة بتاعته الفقر الشديد. بعد كده الشاعر يقول والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق، والإخفاق بمعنى الفشل. وعندي كان مطية الإخفاق نتيجة لما قبله. وهنا الشاعر بيقول إنسان عنده علم بدون أخلاق هتكون نهايته الفشل. وهنا تعبير جميل، صور الشاعر دكاترة هنا العلم، صور الشاعر الايه؟ الأخلاق بالحصن الذي يحمي المال ويزين المال. والعلم إن لم تكتنفه، وتكتنفه يا دكاترة خلي بالكم دي نقطة مهمة، بتدل على الإحاطة، تدل على دكاترة الإحاطة، شدة الإحاطة. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعلي، النتيجة كان مطية أي كان وسيلة للفشل، كان مطية الإخفاق. وممكن أقول في البيت ده تعبير جميل، صور الشاعر العلم بلا أخلاق بالوسيلة التي تورد صاحبها إلى الهلاك والفشل. بعد كده الشاعر يقول لا تحسبن، أسلوب نهي،
غرض النصح والإرشاد والتوكيد. أيهما أجمل ولماذا؟ لا تحسب ولا لا تحسبن، قول لا تحسبن لأن النون تفيد التوكيد. لا تحسبن العلم ينفع وحده، خلي بالك اوعى تفتكر العلم لوحده ينفع ولا المال لوحده ينفع. لازم تكون مال وعلم، ومع المال والعلم خلي بالك لازم يكون عندك أخلاق علشان تحافظ على علمك وتحافظ على مالك وتزين العلم بتاعك وتزين المال بتاعك. ولا لا تحسبن العلم ينفع وحده، العلم لوحده عمره ما ينفع ما لم يتوج ربه بخلاق. يعني لازم صاحب العلم يكون عنده أخلاق كريمة تحفظ له وتزين له هذا العلم. وانا دكاتره ما لم يتوج ربه بخلاق تعبير جميل. صور الشاعر الأخلاق بالتاج التي تزين صاحبه أو تزين صاحبها. تمام كده دكاترة؟ ده بالنسبة للنص الثاني والدرس الثالث في الوحدة اللي هو خلال كريمة. بعد كده دكاترة نتكلم بقى مع بعض عن اسم الفعل. دي كده احنا كده فرمنا الوحدة الأولى بكل بساطة اهو في أقل وقت ممكن في 3 دروس يا دكاترة. عندنا النص الأول سفينة نوح، الدرس الثاني القراءة اللي هو الحياة دقائق وثواني، الدرس الثالث اللي هو النص الثاني اللي هو خلال كريم. معانا في اسم الفاعل. بالنسبة بقى دكاترة أول درس عندنا في النحو درس سهل قوي قوي قوي. اسمه يا دكاترة اسم الفاعل. اسمه يا دكاترة أبص كده ركز معايا كده، اسم الفاعل. عشان ما تتلخبطش في الامتحان إيه المطلوب منك؟ المطلوب منك بكل بساطة بيجي يقول لك أنا عايز استخرج اسم فاعل وبين وزنه أو بين فعله. طب مستر بكل بساطة بعد إذنك هو يعني إيه اسم فاعل؟ عندنا دكاترة اسم فاعل هو اسم. يعني يقول لك أنا عايز اسم فاعل الله يرضى عنك ولا تختار حرف ولا تختار فعل، اختار لي اسم. وقال لي ده اسم مشتق. اسم يا دكاترة؟ قال لي اسم مشتق منين؟ قال من الفعل المبني، بص كده، المبني للمعلوم للدلالة، بص كده دكاترة، للدلالة على من قام بالفعل أو اتصف به. طب يا دكاترة حد يقول لي يا مستر طب ما في الامتحان مش هيجي يقول لي التعريف. أيوه طب أنا هعرفه إزاي؟ قال لي تعالى أقول لك بكل بساطة عشان ما تلخبطش نفسك. قال لي اسم الفاعل قال لي بيجي لي في الامتحان على شكلين طريقتين. لا إما اسم الفاعل بيجي لي من فعل ثلاثي، لا إما بيجي لي يا دكاترة منين؟ من فعل غير ثلاثي. يعني برضو مش فاهم، تعالى برضو أوضح لك أكتر. قال أنا عندي في الامتحان اسم الفاعل لا إما بيجي لي من فعل ثلاثي لا إما بيجي لي من فعل يا دكاترة من فعل غير ثلاثي. طب تعالى كده مع بعض. طب مستر يعني أنا عندي دلوقتي لو الفعل عندي 3 حروف اسم الفاعل هيجي لي ازاي؟ قال لي اسم الفاعل من فعل ثلاثي يأتي على وزن فاعل. مش فاهم؟ تعالى اقول لك. يعني لما يجي فعل زي ضرب اسم الفاعل منه قال لي ضارب على وزن قال لي فاعل. طب فعل زي شكر قال لي شكر ده فعل ايه؟ 1 2 3 ثلاثي يبقى يجي لي على وزن فاعل يبقى شكر شاكر على وزن فاعل. لما يجي لي دكاتره مثلا فعل زي فهم قال لي فهم ده فعل ثلاثي يبقى اسم الفاعل يجي لي على وزن فاعل يبقى فاهم فاعل. الله ينور عليك. طب لو جالي الفعل معتل الاول بقول عليه مثال زي وعد قال لي وعد واعد على وزن فاعل. الله ينور عليك. طب لو جالي فعل مهموز زي اكل قال لي اكل اكل على وزن فاعل. ليه؟ قال لي عشان فعل ثلاثي. امر امر اخذ اخذ. طب لو جالي فعل مضاعف زي حج فعل ثلاثي الحاء والجيم مكرره مرتين يبقى ده 3 حروف. الفعل الثلاثي اسم الفاعل منه يجي لي على وزن فاعل يبقى حاج رد راد عد عاد. طب لو جالي فعل معتل الوسط زي قال قال لي اقلب لهمزه قال قائل على وزن فاعل. طب نام نائم على وزن فاعل. صام صائم على وزن فاعل. قاد قائد على وزن فاعل. سال سائل على وزن فاعل. يبقى بكل بساطه يا دكاتره عندنا اسم الفاعل من فعل ثلاثي يجي لي على وزن يا دكاتره قال يجي لي على وزن فاعل. يجي لي على وزن يا دكاتره فاعل. طب بص كده خلي بالك من حاجه.
لو جالي الفعل معتل الاخر زي قضى، زي ايه يا دكاتره؟ قضى. قال لي ده اسمه فعل ناقص معتل الاخر. قال لي قضى الفعل المعتل الاخر، قال هجيبه بطريقتين. لو في الف ولام فاقول القاضي على وزن الفاعل. طب لو ما فيهوش الف ولام هقول قاض فاعل. تاني لو جالي الفعل يا دكاتره اهو، لو جالي الفعل معتل الاخر زي سعى، قال اذا كان الفعل معتل الاخر، اذا كان دكاتره الفعل ايه؟ معتل الاخر. امتى بحذف الياء من اسم الفاعل القاضي؟ امتى بحذفها؟ قال اذا كانت الكلمه نكره، يعني ما فيهاش الف ولام ولا ضمير ولا مضافه المعرفه. اذا كانت الكلمه نكره في حاله الرفع والجر. في حاله الرفع ايه يا دكاتره؟ والجر. يعني عندي سعى هقول هنا اهو فيها الف ولام هقول الساعي على وزن الفاعل. جميل. طب لو هحذف الالف واللام قال لي احذف الياء يبقى ساع فاعل. صعب يا دكاتره؟ تمام كده يا دكاتره؟ الله ينور عليكم. زي مثلا جاريه، جاريه فاعله. تمام كده يا دكاتره؟ الله ينور عليكم. قال لي بقى عندي كده اسم الفاعل من فعل ثلاثي يجي لي على وزن ايه؟ قال لي يجي لي على وزن فاعل، يجي لي على وزن ايه؟ فاعل. طب بص كده لما اجي اقول سلمت على نقط، قال نقط، رأيت، ركز معايا، نقط. قال لي انا اقول سلمت على ساع. قال لي ليه؟ قال لي عشان الكلمه نكره في حاله الجر، على حرف جر ده اسم مجرور. طب قال ساع، قال لي عشان الكلمه نكره في حاله الرفع. قال فعل يبقى ساع فاعل مرفوع بالضمه المقدره. طب رأيت، قال لي رأى فعل والتاء فعل يبقى رأيت ساعيا. ايه ده؟ الياء اللي موجوده يا مستر عامل لي الكلمه نكره. ايوه عشان دي نكره في حاله النصب، انا بحذف الياء بس اذا كانت نكره في حاله الجر او في حاله الرفع. صعب كده يا دكاتره؟ كده تمام؟ تمام. يبقى بكل بساطه يا دكاتره عندنا اسم الفاعل من فعل ثلاثي يجي لي على وزن فاعل. يبقى انا في الامتحان لما باجي بدور على كلمه على وزن فاعل لو كان فعلها ثلاثي. صعب؟ قال لي لا. طب تعال نشوف الجزئيه الثانيه. انا عندي اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي. من فعل ايه؟ غير ثلاثي، يعني لا اما 4 حروف او 5 او 6. قال لي اسم الفاعل من فعل غير ثلاثي، قال ابدال حرف المضارعه ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. بس كده. يعني لما اجي اقول مثلا فعل زي استخرج، قال ده فعل غير ثلاثي. قال لي اسم الفاعل منه ابدال حرف المضارع ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر يبقى مستخرج. يبقى استعمل، مستعمل. صعب؟ ذاكر، مذاكر، من مضمومه وكسر ما قبل الاخر. يبقى دكاتره بكل بساطه احنا عندنا اسم الفاعل بيجي لي على شكلين، لا اما اسم الفاعل من فعل ثلاثي هيجي لي على وزن فاعل، او الفعل بتاعه غير ثلاثي ابدال حرف المضارع ميم مضمومه وكسر ايه يا دكاتره؟ وكسر ما قبل الاخر. خلي بالكم يا دكاتره من حاجه، عندنا قاعده مهمه بتقول اسم الفاعل يأتي مفردا ومثنى وجمعا. يعني اسم الفاعل ممكن يجي له مفرد، ممكن يجي له مثنى، ممكن يجي لي جمع. انا بتعامل مع المفرد، يعني لو جالي كلمه جمع رجعها المفرده عشان تعرف هي اسم فاعل ولا مش اسم فاعل. طب تعالى اديك مثال. لما اجي اقول يجب علينا ان نحترم العلماء الرحماء، ويجي يقول له انا عايز استخرج اسم الفاعل من هذه الجمله. هتقول لي يا مستر يجب علينا ان نحترم العلماء الرحماء، ايه ده؟ حضرتك لسه بتقول لي حاجتين، لا اما اسم الفاعل بيجي على وزن فاعل، لا اما ميم مضمومه وكسر ما قبل الاخر. وكسر ما قبل دكاتره الاخر. هنا ما فيش كلمه على وزن فاعل وما فيش كلمه بدات بميم مضمومه. قال لي خلي بالك، تعالى اقول لك يا حبيبي، تعالى لي هو انا عندي العلماء دي مفرد ولا جمع؟ قال لي يا مستر العلماء دي اهي، العلماء دي كلمه جمع. طب مفرد العلماء ايه؟ قال لي العالم. ايه ده؟ تعالم على وزن ايه؟ فاعل. قال لي اسم فاعل من فعل الثلاثي فعله علم. طب الرحماء جمع مفردها؟ قال لي رحيم. قال لي دي لسه هناخدها في وقتها، صيغه مبالغه على وزن فعيل.
يبقى دكاتره بكل بساطه خلي بالكم من حاجه، قال لي اسم الفعل يجي له مفرد يجي لي جمع يجي له مثنى، انا بتعامل مع المفرد، هات لي المفرد بتاع الكلمه، هات لي المفرد ايه بتاع الكلمه وشوف هي جت على وزن فاعل ولا ميم مضموم كسر ما قبل الاخر. ده بالنسبه لاسم الفاعل. واحنا عندنا اسم الفعل يا دكاتره يعرب حسب موقعه فين في الجمله. ممكن اعربه عادي خالص اسم مجرور عشان على حرف جر، ممكن اعربه عادي خالص فعل قال فعل وساع على وزن فاعل اللي هو فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه. قال لي ممكن اعربه عادي خالص مفعول به منصوب، راى فعل التاء فاعل يبقى ساعي مفعول به منصوب. من عندي اسم الفعل يعرف حسب موقعه في الجمله. اسم الفعل يجي له مفرد يجي له مثنى يجي لي جمع، بتعامل مع المفرد. اسم الفاعل بكل بساطه لا اما هيجي لي على وزن فاعل، محدش يقول يا مستر هو ممكن الكلمه تبقى في القطعه زي ضرب وانا اجيب اسم الفاعل بتاعها، لا. اما يجي يقول لك انا عايز استخرج اسم فاعل من الفقره، يبقى بكل بساطه يا دكاتره بدور على كلمه في القطعه هي موجوده لا اما على وزن فاعل لا اما ميم مضموم او كسر ما قبل الاخر. وساعات زي ما قلنا كده الياء بتتحذف فاقول فاعل اللي هو فاعل. صعب يا دكاتره كده. احنا فرمنا مع بعض بفضل الله الوحده الاولى واول درس عندنا في النحو. تابعونا عشان نوصل لكم كل جديد. احنا معاكم، هنحل معاكم، هنتابع معاكم، هنشرح لكم كل جزئيه في المنهج. فتابعونا على القناه بتاعتنا. لو عندكم اي اسئله او اي استفسار ابعتوا لنا على الكومنتات او في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكل عام وانتم بخير.